مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. جهود لتعزيز خدمات مستشفى أوحى الأهلي. ارتياح للخدمات الاجتماعية في منطقة أبو. دعوة لمضاعفة مشاركة الإناث في حقل التعليم بمديرية عرزة. كوريا الجنوبية تناشد أمريكا بخفض سقف شروط إجراء محادثات مع الشمال. أوروبا تشهد موجة صقيع مصدرها سيبيريا. و4 قتلى في انفجار مدينة ليستر. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجرى جهود لتطوير وتوسيع الخدمات التي يقدمها مستشفى أوحى الأهلي في ضاحية ماي نهوك بمديرية عدوخالة لسكان المناطق البعيدة في مديريتي عدوخالة ومايمينة. وأوضح مسؤول المستشفى الممرض تسفى سلاسي برهاني بأن المستشفى يقدم خدمات ناجعة في معالجة الأمراض المعدية وغير المعدية والعلاج للأطفال دون سن ال5 وتطعيم الأمهات والأطفال وخدمات الإرشاد والفحص الطوعي، بالإضافة إلى خدمات التحاليل الطبية، مؤكدا عن وضع خطط لإدخال خدمات إضافية. وذكر الممرض تسفى سلاسي بأن 500 حامل راجعن المستشفى العام الماضي، داعيا الإدارات لتعزيز مشاركتها لإنجاح حملات التعبئة الجارية. هذا وقدم المستشفى 15,000 ناموسية للحد والقضاء على مرض الملاريا، إضافة إلى أنشطة حملات التعبئة الجارية للإصحاح البيئي. وعبرت الحوامل عن ارتياحهن للإرشادات المهنية والخدمات الصحية التي يحصلنها. ويبعد مستشفى أوحى من جهة الجنوب من مدينة عدوخالة 22 كيلومترا. أعرب سكان أبو بمديرية جنوب دنكاليا عن ارتياحهم للخدمات الاجتماعية التي يحصلون عليها والتي خلقت الاستقرار في حياتهم المعيشية. وأشار السكان إلى حصولهم في مراحل على خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والهاتف النقال. وأوضح السكان بخصوص خدمات التعليم عن فتح الفرص لأبنائهم ومحو أمية الكبار وتوفير مياه الشرب للإنسان والبهائم، حيث كانوا يتنقلون لمسافات لجلب المياه. وقال عضو عيادة أبو الشاب حيرو حمد إن العيادة تسهم إلى جانب الخدمات الصحية في التوعية الصحية والدفع في الإصحاح البيئي. قدمت دعوة في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 20 من فبراير الجاري لمناقشة أنشطة التعليم في مديرية عرزة لبذل جهود منسقة من أجل مضاعفة مشاركة الإناث في التعليم. وقدم مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عقبو ملس تقريرا أوضح فيه بأن مدارس رياض الأطفال التي شهدت في 2017 في عدد من القرى فتحت فرص التعليم ل 527 طفلا، مما أدى ذلك إلى انخفاض ظاهرة مقاطعة الطلاب للتعليم. وذكر في التقرير الذي قدم للتعرف على الإيجابيات والسلبيات المجال التعليمي على حدة ونجاح 87.5% على مستوى المديرية في الفترة الدراسية الأولى. وفي الختام قدمت مقترحات حول تنظيم حملات تشجير منتظمة في المدارس ومضاعفة الجهود الجارية لمساهمة الإناث في التعليم ومنح الاهتمام لقلة المشرفين التربويين في المدارس الأساسية وتسريع عملية بناء المكتبة المؤسسة في مدرسة مايدمة الثانوية وغيرها من المقترحات. هذا وتوجد في مديرية عرزة 39 مدرسة بدءا من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية، وتقدم خدمات تعليمية ل19,000 طالبا. يقوم شباب هرقود بمديرية دباروا بنفير لبناء المدرجات لمسافة 5 كيلومترات في الوادي الذي يشق الأراضي الزراعية بهدف استقرار التربة. وأوضح الشباب أن العمل الذي بدأوه بحماية التربة وحفظ المياه سيواصلونه لصيانة الطريق إضافة إلى أنشطة أخرى. وذكر السكان أن النفير يعكس ثقافة التعاون المتوارثة، مشيدين بالعمل الذي يقوم به أبنائهم الشباب. وتبعد هرقود بمسافة حوالي 9 كيلومترات إلى القرب من دباروا.
فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي قال مون جي إن رئيس كوريا الجنوبية إنه يتعين على الولايات المتحدة خفض سقف شروط إجراءات محادثات مع كوريا الشمالية، كما ينبغي على بيونغ يانغ في المقابل إظهار الاستعداد لنزع السلاح النووي. وأعلنت كوريا الجنوبية أن نظيرتها الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. جاء هذا الإعلان بعد لقاء بين الجنرال كيم يونغ تشول رئيس وفد كوريا الشمالية إلى الأولمبياد الشتوي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن قبيل الحفل الختامي للأولمبياد. وردت وزارة الخارجية الأمريكية قائلة إن تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية يجب أن يكون الهدف النهائي لأي حوار. ضربت موجة صقيع مصدرها سيبيريا البلدان الأوروبية في شكل تدريجي، وتسببت بوفاة 3 أشخاص، 1 في فرنسا و2 في بولندا. وتدنت الحرارة في شمال شرق فرنسا إلى 10 درجات تحت الصفر بحسب الإرصاد الفرنسية. وعثر على جثة مشرد في فالنس جنوب شرق، حيث تدنت الحرارة ليلا إلى 3 درجات تحت الصفر، ورجحت السلطات أن يكون قضى نحبه من شدة البرد. وفي بولندا قضى شخصان جراء الصقيع، وسجلت الحرارة الأحد 12 درجة تحت الصفر. وفي وسط أوروبا وتحديدا في النمسا والمجر طلبت السلطات من السكان الاستعداد لموجة البرد القارس التي تمتد من موسكو إلى باريس. وقد تشهد إيطاليا وإسبانيا وضعا مماثلا. ويتوقع أيضا أن تضرب عواصف ثلجية مجمل الأراضي الروسية في الأيام الثلاث المقبلة. وفي جنوب شرق أوروبا يتوقع أن تتدنى الحرارة في رومانيا حتى 25 تحت الصفر، وكذلك في دول البلقان. وأمرت بوخارست بأن تغلق المدارس الاثنين والثلاثاء. قالت شرطة ليستر اليوم الاثنين إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في انفجار بعقار في المدينة التي تقع في وسط إنجلترا مساء الأحد، فيما لا يزال 4 آخرون في المستشفى. كان مسؤولون قد ذكروا أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في ليستر يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل. وأظهر الصور ولقطات ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع الذي سوي بالأرض. وجاء في بيان الشرطة أن سبب الانفجار لم يعرف بعد، وأن أجهزة الطوارئ تفتش العقار المنهار وتجري تحريات في المنطقة. وقال شين أوينل مفوض الشرطة في ليستر: نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد، وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين. بدأ كمبوديون محاولة لنسج أطول وشاح في العالم لتسجيله بموسوعة جينز للأرقام القياسية. وشارك زوار في عملية نسج الوشاح للمساعدة في محاولة لأن يصل طوله إلى 1000 متر. وبدأ المتطوعون ومعظمهم نساجون متمرسون محاولتهم في 14 من فبراير، مع السماح لزائرين بالمشاركة في العمل بعد تدريبهم لفترة وجيزة. ويقول منظمو الحملة إنها تهدف لتوعية أكبر بتقليد النسيج وبأهمية الوشاح كرامة، وتحفيز الناس لحشد جهودهم لتسجيل رقم قياسي عالمي. كما تحدث رئيس الوزراء هون سين مع عمال النسيج لتشجيعهم على الانتهاء من المهمة التي لم يتحدد موعد لاستكمالها. القاتل ومنح فريقه توتنهام الفوز على مضيفه كريستال بالاس 1-0 ليرتقي إلى المركز الرابع. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.